استقبلنا بالشكل دوت بقدر كبير طبعا، تقليل مساحات، قفل مساحات على مهاجمين النادي الاهلي نص الملعب. احنا قدرنا نخلق بعض فرص الشوط الاول، ما كناش كويسين قوي، لكن قدرنا يعني في شوطه او شوطين على المرمى الخصم جت من تريزيجيه ومن قفشه كانت قريبه ان هي ممكن تبقى هدف. احنا استحوذنا على الكوره في معظم فترات الشوط الاول. كنا في الشوط الثاني افضل كتير. كنا عندنا قدره جيده ان احنا نوصل لمناطق الخصم بشكل فعال على المرمى، لكن طبعا ما كانتش بتترجم الى انهاء الهجمات باهداف. لعيبه النادي الاهلي كانوا شويه مستعجلين، كانوا طبعا كبدايه الموسم اكيد الفريق كان عايز يبقى بيكسب. حاولنا ان احنا نركز في الشوط الثاني وان احنا نوصل لمرماهم. للاسف استقبلنا الهدف الثاني. الفريق حاول انه يعوض طبعا ويوصل ل 2-2 التعادل، لكن يعني احنا وصلنا ان احنا نحقق التعادل دوت، وحاولنا بعد التعادل مباشره ان احنا نخلق فرص قدام مرمى الخصم. وده طبيعي في بدايه الموسم، المباريات بتبقى مش سهله. هدف 24. كنت عاوز اسال النهارده ايه سبب عدم اشراك ديانج رغم ان هو جاهز بدنيا، وتاخر الدفع بجراد شويه رغم ان هو كان المفروض يبدا مع بدايه الشوط الثاني، وكان في فتره الاعداد هو البديل محمد شريف. الرد طبعا هو ان هو المدير الفني وهو اللي قرر المدشر عليه، ودي مسؤوليته هو. En cuanto a Aliu, es cierto que no ha participado, igual que no ha participado Dari, igual que no ha participado Shenawi. من مسؤوليه طبعا مشاركه ديانج، دي مسؤوليه المدير الفني. ليه ما نسالش كمان ان اشرف داري ما شاركش، محمد الشناوي ما شاركش، مصطفى العش ما شاركش، عمر كمال ما شاركش، حسين شحات ما شاركش، كتير لعيبه ثانيه. لكن حابب ان هو اللي شاركوا عملوا كل حاجه، عملوا كل اللي يقدروا عليه داخل الملعب عشان يفوزوا. وهو مقدر جدا لشغل اللعيبه النهارده جوه الملعب. اكيد اللعيبه دي كانت بتحاول تكسب، وهو فاهم جدا ثقافه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي لازم يكسب على طول، وده شيء طبيعي، وهو فاهمه من اول لحظه اتوجد فيها داخل النادي، وعارف ان النادي الاهلي دايما بيبحث عن المكسب في كل البطولات اللي بيشارك فيها. بيرجع يقدر برضو مجهود اللعيبه اللي كانوا موجودين اللي شاركوا. 이모! 이모! 자, 여기!